5 اسئله سريعه عشان نجاوب عليهم خاصين بالمنتخبات العربيه. يلا جاهز؟ بينا. يلا بينا. المغرب منافسه هذه النسخه على كاس العالم او لا؟ لا. لا. الجزائر ستتاهل عن هذه المجموعه لدور ال 32 او لا؟ امر صعب جدا لان انا مش عارف مباراه الاردن هيحصل فيها ايه، ولكن اعتقد المنتخب الجزائري ليه اللي فاتت لا؟ ايه؟ ليه المغرب مش هتنافس على كاس العالم؟ لا يعني بص هقول لك على حاجه، خلي بالك النسخه اللي فاتت ما حدش كان عامل حساب المغرب، النسخه دي بالتحديد كل المنتخبات اللي هتلاعب المنتخب المغربي هتكون عامله حسابه بشكل كبير جدا، وده هيصعب المأموريه اكتر، ولكن مجرد ان محمودي وعادل بيتناقشوا في الموضوع ده نجاح كبير جدا للمغرب. صحيح. توصل المغرب لحد فين في رايك؟ نعم. توصل المغرب لحد فين؟ ممكن المغرب توصل لحد دور الثمانيه. دور الثمانيه. العراق قادره ان تخرج بنتيجه ايجابيه قدام النرويج. قدام فرنسا. فرنسا سوري. فرنسا ما اعتقدش يا محمودي. صعب. الاخطاء الفادحه ومشاكل اللي في حراسه المرمى وفي الدفاع. رغم المنتخب العراقي عمل مباراه كبيره والله امام النرويج، ولكن في النهايه امام المنتخب الفرنسي اللي ظهر بشكل مغاير تماما امام المنتخب السنغالي، وكل الناس كانت بتقول المباراه هتبقى صعبه على فرنسا رغم النجوم الكتيره اللي في فرنسا، ولكن فرنسا سهلت المباراه على نفسها بشكل غير عادي، فانا اعتقد ان الامور هتبقى صعبه على المنتخب العراقي. الاردن قادره على الخروج بنتيجه ايجابيه من الارجنتين؟ لا. 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 طيب عمليه رقاعه على الكل يا جماعه، كل العرب مقفل عليهم الدنيا. انا نفسي اقول والله، بس يعني عايز ابقى بص انا بحب اشيل العاطفه دايما واحب اتكلم بالمنطق. معاك 100%. تونس كان بامكانها تقديم اداء افضل مع مدرب محلي. لا. وطني. لا. لا لان اداء المنتخب التونسي واحده لا دول لقيتين. لا 3 كمان. 3 لقات. لان اداء المنتخب التونسي حتى كان مع سامي الطرابلسي اثناء بطوله كاس العرب كان كارثي، اثناء كاس الامم الافريقيه كان كارثي. فالنتيجه اللي انت بتشوفها دلوقتي نتاج لسنوات كتيره جدا فيها تراجع كبير جدا للكره التونسيه. وعلى فكره انا حتى مع اصدقائي في تونس لما بتحدث معاهم ما حدش كان متفائل ابدا بمشاركه المنتخب التونسي، واللي حصل واللي احنا شفناه ده ترجمه حقيقيه لما كان يحدث على ارض الواقع في الفتره الاخيره. منتخب مصر لو صعد كتاني مجموعه افضل من الصداره لانه سيواجه تاني مجموعه امريكا. يعني طبعا لو انت صعدت كتاني، لو انت هتواجه تاني مجموعه امريكا الامر بالنسبه لك هيبقى اسهل بكتير. دي الوحيده اللي ماشي. دي الوحيده اللي اسهل في المشوار تقصد ولا في الدور الجاي فقط؟ ولا خليني اقول لك على حاجه مهمه. انت النهارده ما حدش كان يتخيل الاداء اللي احنا عملناه امام بلجيكا، ونتمنى ان شاء الله